احنا شفنا نموذج مشرف وبحاجة مبهجة مفرحة وأسعدتنا. أنا عن نفسي حسيت بالسعادة لما شفت البنت الأندونيسية الجميلة اللي في الصورة دي، وإزاي بتتكلم على الأزهر وعظمة الأزهر وعظمة المصريين. شوفوا بيتكلموا عن الأزهر إزاي. بس قبل ما نحكي عنها نصلي على النبي. يلي بوترياني من بلاد إندونيسيا. يعني أولا يشرفني أن أقوم بين أيديكم يمكن في هذه الفرصة ممثلة من الخريجات خاصة من الوافدات. نشكركم على اهتمامكم بنا. ثم أولا نتقدم بأسماء عبارة الشكر والعرفان إلى مشايخنا الأفاضل ودكاترتنا الكرام الذين علمونا العلم والأدب وغرسوا فينا حب اللغة العربية لغة القرآن. جزاكم الله عنا خير الجزاء ورفع الله قدركم في الدارين. شايفين الفخر وهي بتتكلم ان هم بيعلموها اللغة العربية وتعلمت اللغة العربية. جزاء الخير في الدارين الدنيا والآخرة. اللغة العربية اللي بتاعتنا اللي بيطلعوا يعملوها لنا كل واحد عوج لي لسانه عامل لي من ايجيبت. شايف البنت بتتكلم بتخليك تحب اللغة العربية. شايف نطقها ازاي. اللغة العربية لو انت بتقابل اي واحد عايز يعمل نفسه من ايجيبت يعني وطبقة تانية، بلاش اللغة قسم عربي ده ما حدش يدخل. ما تدخلوش اي اقسام عربي، ادخلوا لغات. اللغة العربية اللي بتتعمل بإهمال، اللي بتتعمل بإهمال صحيح، اللي دايما يطلعوا في المسلسلات والافلام وعملوا طريقة غير مباشرة وزرعوا في نفوس الناس ان هي لغة مهمشة ملهاش اي 30 لازمة. الناس بتسيب بلادها وبتمشي مسافات عشان تيجي تتعلمها. وفين في الأزهر بنات بتسيب بلادها وبتيجي عشان تتعلمها. البنات جاية تتكلم باللغة العربية الفصحى وجمال اللغة العربية الفصحى. والبنت زهرة ما شاء الله عليها لابسة حجابها جميل زادها جمال فوق جمالها. مش لازم التلزيق والتضييق والعري. طبعا محدش يقولك بندخل الأزهر ده بتاع الناس الغلابة عندنا هنا. الغلابة بس يدخلوا ولادهم الأزهر، لكن الهاي كلاس لازم يودي مدارس أجنبي تتعوج لسانه والعيال يتلعب فيها بقى. ولا أنسى في هذه الفرصة الغالية أن أرفع أسمع عبارة الشكر والامتنان إلى والدي الكريمين في إندونيسيا اللذين كانا السبب بعد الله في وصولي إلى هذه المرتبة بدعائهما وتشجيعهما وتضحياتهما. وتذكرت يوم الأول الذي وطئت فيه أقدامنا. أنت بنت مشرفة ليك ولأهلك ولوطنك، ومشرفة لينا أن أنت تعلمت عندنا في مصر. مصر المباركة وفي القلب مزيج من الخوف والأمل. جئنا نطلب العلم في بلاد الأزهر ونحمل أحلاما كبيرة وطموحا نبيلة. ومن أيام الشدة واللحظات الجميلة تعلمنا أن نصبر وأن نرضى وأن نثق بأن مع كل تعب تتبعه سعادة ومع كل غربة يولد نور القرب من الله. انت ربنا كتبك قربك من الله. ربنا يبارك في علمك وفي أهلك وقربك من قلوب الناس في مصر هنا وبيبعدوا عن التعليم الأزهري. ولا ننسى زملائنا وزميلتنا رفقاء الدرب الذين تقاسمنا معهم لحظات التعب والجد والفرح، فكنتم السند والأنس في غربة الطلب في أرض بعيدة عن الأهل والوطن. ونخص بشكر أخواتنا المصريات الكريمات اللواتي كنا لنا عونا ودليلا في فهم الدروس واستيعاب المواد وفي تعلم أساليب اللغة ودقائقها. كنتن لنا أختا في العلم وقلبا في الغربة ومرآة نرى فيها جمال أهل مصر وكرمهم. بصراحة الكلام اللي قالته عن مصر والمصريين وزمايلها وتعلم اللغة ودقائقها شيء مشرف. ربنا يجازي أي واحد فرد ساهم في تعليم البنت ده، ربنا يجازيه خير.
لأنها واجهة مشرفة لأي بلد. وسمعت الجملة وهي قالتها وهي بتتكلم بتقول لك واحنا جايين نتمزج الأمل بالخوف، دينا نعمة كبيرة ومش عارفين قيمتها، اللي هي الأزهر. جزاكن الله عنا خير الجزاء وجعل مودتكن فينا خالصة لوجهه الكريم. فقد جئنا من بلاد شتى نحمل حلما واحدا ننهل من علوم الأزهر الشريف، ونرجو أن نعود إلى أوطاننا نحمل رسالة العلم والنور والهداية. وأخيرا نسأل الله أن يجعل هذا التخرج بداية طريق جديد نحو خدمة دينه ونشر لغته والوفاء لوعدنا بأن نكون دعاة بالحق متمسكين بالعلم والأخلاق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يبارك فيك يا رب. عايزين نأكد يا جماعة إن الأزهر صرح إسلامي ومنارة للعلم الشرعي والمرجعية العلمية والروحية الأولى للمسلمين في العالم. الأزهر الشريف بيمثل الإسلام الوسطي، يعني لا هتلاقي فيه تطرف ولا فيه غلو، بيعتبر مقصد لطلاب العلم من جميع أنحاء العالم. لذلك تلاقي المنطقة اللي فيها جامعات الأزهر هتلاقي فيها جنسيات مختلفة. الأزهر عشان نبقى عارفين أساسه العلوم الشرعية واللغة العربية والفكر الإسلامي المعتدل المستنير. حفظ الله الأزهر وحفظ الله مصر. السلام عليكم.